برج العذراء هتغير الخطة وهتبدأ تفكر لبكرة. فترة من الفترات اللي هيحدث فيها تغييرات كبيرة جدا لأفكارك وحياتك، وطفرة كبيرة لجزئية ازاي تكسب حياتك، ازاي تكسب دنيتك وأموالك. وفترة من الفترات اللي هتبدأ تلعب فيها على المكسب، على فرس الرهان الكسبان، علشان الكتير منكم قلقان وتعبان من سوء الاختيار، من فترات عاشها مرار. هكلم معاكم بالتفصيل عن تلك الفترة من يوم 22 إلى 28 مايو. لكن تنويه كده حبايب الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. انت لو حابب انت تشوف العلم والحياة بجد، اللي حابب قراءة خاصة، بعمل قراءة اتصال مباشر، مكالمة مباشرة الساعة 2-3، بعرفك كل شيء عن حياتك. دي أمانة وحياتك أمانة. زي ما بقول دايما، كل شيء بعرفهولك عن مشاعر شريك الحياة الحقيقية، الناس اللي حواليك، السنوات القادمة الأكثر والأقل حظا، كل شيء في حياتك. اللي حابب يتواصل معنا يتواصل ونتفق على كل شيء. اللي محتاج جلسات على جراحة أيضا يتواصل. وأعظم خدمة وأكبر خدمة بقدمها هي خدمة مستشارك الخاص، اللي بكون معاك في كل قرار، في كل كبيرة وصغيرة، زي ما بعلن دايما، خاصة في القرارات المالية والوقت المناسب في التداول المالي والمشروع المناسب. يعني خدمة المستشار الخاص خدمات كثيرة جدا. استنوني لآخر الحلقة وأشرح إزاي بيتم خدمة مستشارك الخاص. ونبدأ في حلقة مهمة في حياة حبايبي برج العذراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج العذراء الفترة من 22 إلى 28 مايو 2026. هنقول القمر في البداية موجود في بيتك ال 12، والفترة دي هي اللي هتغير فيها أمر ما. ممكن يكون خطة أنت ماشي عليها، ممكن يكون طريق أنت بتتعامل أو نفسك إنك توصل له. في شيء هيتغير، خاصة التحرك الرائع للشمس في بيت يمثل لك بيت الظهور. يعني هتلاقي فيه مستجدات بتحصل معاك، مستجدات في علاقات، ممكن فرص. يعني انت داخل على مرحلة كده من الفرص، المستجدات، من الاعجاب الشخصي بحاجات انت هتبدأ تعجب بيها، بتنهي بيها ميولك السابقة في اعجابك بشخص، بفكرة. فترة قوية جدا طاقيا يحدث فيها تغيير نظرة، يعني تغيير نظرتك هتتبدل اتجاه امر ما، تغيير خطة، تغيير شيء انت كنت ماشي او كنت تتمناه. القمر اللي في بيتك ال 12 22 و23، البيت ال 12 ده اللي هو بيت الامور المتعلقة بالمشاكل القديمة، الامور الصحية، الخسائر بعد الشر المالية، وايضا الامور اللي انت شفتها سابقا، وبعض العقبات والامور التي تتعطل. لذلك بالفعل بالمستجدات وتلك الطاقة المتمثلة في انتقال الكواكب والشمس التي ستكون حرفيا في خلال الفترة في بيت بالنسبة لك هو برج الجوزاء، ويمثل لك بيت الظهور الكبير والأفكار الجديدة، مع ظهور مساوئ شيء قديم. يعني انت خلال فترة في عينيك او هتقل في احدهم كده هيقل في نظرك، او حاجة انت كنت بتفكر فيها هتبدأ تدريجيا تنهيها، او ما تبقاش انك تفكر فيها مشروع او امر ما او حتى علاقة. تمام. وهيكون هناك دلائل على انك يجب انك تتخذ قرار بالابتعاد او الانهاء يوم 22 و 23. يعني 22 و 23 في هناك قرارات تحدث منك بعد تأكد وبعد يقين. بعد تأكد وبعد يقين هيظهر لك امور ومفاجآت، اكتشاف اسرار، اكتشاف امر كان مخفى عنك. ايضا خلال الفترة هتتيقن انك كنت في امر بقى انت كنت بتفكر فيه بطريقه خاطئه او مش بتاعك، علاقه مش بتاعتك مثلا. وناخد بالنا من الامور الصحيه. اما بدايه من يوم 24 و 25 هتبدا تبص لبكره حرفيا. ليه؟ القمر ينتقل الى بيتك الاول، بيت شخصيتك، بيت ظهورك، بيت افكارك، ميولك، رغباتك. البيت الاول هو برجك طبعا، برج العذراء،
وانتقال القمر في برجك دايما بقوله من قدك. ليه؟ لانك بتسيطر، بيجي لك حاله من السيطره، بيجي لك حاله من جزئيه انك متمكن في كل قرار، ليك نظره، ليك رؤيه، ليك وضع مختلف، وهتبقى بالفعل شخص مختلف لان الطاقه كلها مركزه عليك. اليومين دول من اهم الايام، من اهم الايام، يعني فتره قويه جدا جدا جدا. وعلى دخلة العيد هيبقى في فرحة وعيد، يعني كل سنة وانتم طيبين طبعا. ف 24 و 25 هناك امر ما تمهيدي يحدث معاك لشيء رائع، يعني في تمهيد يحدث لشيء رائع، خبر حلو هتسمعه. ممكن هيبقى في بداية حد يرسل لك رسالة مثلا هتفرح قلبك، ممكن انفراجه ماليه عند البعض، في طاقه حلوه جدا جدا هتبدا تحدث معاك، وخبر حلو وارد جدا هتسمعه يوم 24 و 25. اما في الاخير يوم 26 و 27 هتكون من اكثر المحظوظين في الامور الماليه. وارد جدا يحدث قبول لعمل، انفراجه للمال، تغيير كبير جدا في امر ما انت كنت تطالب تغييره في عملك، قبول شيء انت مقدم عليه، خبر حلو ممكن يجي لك، فتره طاقيا ممتازه. انتقال القمر الى برج الميزان بيت المال يجعلك من اكثر المحظوظين على دخله العيد الكبير، عيد الاضحى. وفتره ستكون فتره قويه جدا 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 ليكم ماليا، في انفراجه، في قبول، في ممكن يجي لك رساله تنتظر وصولها من زمان، او ممكن يجي لك رد لشيء انت كنت منتظره، او احدهم مثلا ممكن يبدا معاك يعني تصالح او ما شابه. وطاقه ممتازه جدا جدا ايضا في رجوع الحق. وخلال الفتره حتى اللي عليه ديون يحاول انه يؤثر بطريقه تكون مؤثر جدا لانهاء تلك الديون او لتخفيف الاعباء. فتره رائعه لحبايبي برج العذراء. هتغير الخطه وهتبدا تبص لبكره. هعيد تالت تاني حبايبنا الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف العلم والحقيقه بجد، اللي حابب قراءه خاصه زي ما بقول دايما اتصال مباشر، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا لك الحظا، كل شيء، ودي امانه وحياتك امانه. والناس اللي عملت معانا قراءات كشفت لها بلاوي كتير في حياتها للاسف من مشاعر شريك الحياه الحقيقيه، الناس اللي حواليهم سنواتهم القادمه، الامور الصحيه. اما خدمه مستشارك الخاص اقوى خدمه بقدمها لاي حد، بكون معاك في كل قرار، في كل كبيره وصغيره، في كل تصرف، في كل موقف، بكون معاك في كل حياتك اليوميه. بعمل لك كده جدول اعمال يومي، بقول لك الاوقات المناسبه للتداول المالي او الصرف او البيع او الشراء او الاسهم او اي شيء انت بتتداول فيه المال. ايضا بعرفك كل كبيره وصغيره عن الناس اللي حواليك، مشاعرهم اتجاهك، خدمات كثيره جدا جدا في خدمه مستشارك الخاص. اللي حابب يتواصل معنا انا تحت امر الجميع. يا رب كده حبايبي برج العذراء جمال الأوراق دايما تكون بامن وامان. السلام عليكم.